كفن النداهة، قصة واقعية تم تسجيلها في محاضر رسمية سنة 2004 لاس 18. تحذير: القصة دي مش لأي حد، واللي قلبه ضعيف يقفل الفيديو حالا، لأن اللي هحكيه دلوقتي عمره ما اتقال كامل، واللي عرفوه اختفوا واحد ورا التاني. في جنازة حصلت في قرية، والميت كانت واحدة ست ماتت بعد ما صرخت في نص الليل. بس الغريب ان في واحدة من اللي غسلوها اختفت تاني يوم، وسمعت اهلها بيقولوا انهم بيشوفوها واقفة على شط الترعة ولابسة كفنها وبتنده على الناس. ايوه، النداهة رجعت، بس المرة دي لابسة كفنها. انا امينة، كنت بشتغل غسالة موتى في البلد. شغلي ده مرعب بس متعودة عليه من وانا عندي 14 سنة وانا بساعد امي. لكن الجنازة اللي قلبت حياتي كلها كانت لست اسمها عنايات، ست كبيرة ساكنة لوحدها، ملهاش عيال ولا حد يزورها. في ليلة شتاء الناس سمعوا صوت صريخ جاي من بيتها، ولما راحوا لقوها مرمية في الارض وعينيها مفتوحة على الاخر ولسانها مقطوع، واخر كلمة قالتها وهي بتموت كانت الترعة، خدوا الكفن من الترعة. الغريب بقى لما جينا نغسلها لقينا على ظهرها اثر ايد، مش ايد بني ادم، ايد صباعها طويل زي المخالب، والجثة كانت ما بتبردش. قعدنا نغسل فيها بالساعات، وكل شوية نرجع نلاقي المية بتسخن لوحدها. تاني يوم انا اللي غسلتها، نمت وصحيت لقيت رجلي كلها طين والتراب متعفر في اوضتي، والكفن بتاع الست ما كانش في القبر. سمعت جوز اختي بيقول انه شافني ماشية على شط الترعة بالليل، وكنت بضحك بصوت مش صوتي. انا دلوقتي بكتب القصة دي والناس بتخاف تبص في وشي، بيقولوا عيني فيها حاجة، بس انا حاسة اني مش انا. كل يوم بحلم اني واقفة في الترعة والست عنايات ماسكة ايدي وبتقولي العهد بدأ والكفن هيتنقل لجثة تانية. في الجزء الجاي انا اعرف ايه هو الكفن اللي طلع من الترعة، وليه كل واحدة غسلت عنايات اختفت او اتجننت، وليه في طفل في القرية اتولد ولسانه مقطوع.